الجزائر ستواجه الكونغو الديمقراطية يوم الثلاثاء القادم في ملعب الرباط. على بالنا أنه كان هناك خلاط، وكانت هناك مؤامرة، وكان هناك تآمر على المنتخب الجزائري منذ قرعة كأس أفريقيا. كيف فهمت؟ المنتخب الجزائري هو المنتخب الوحيد الذي يواجه إلا المنتخب المتأهل في المركز الثاني، عكس المنتخبات الأخرى اللي واجهت المنتخبات اللي تأهلت في الصنف الثالث أو في المركز الثالث. إلا المنتخب الجزائري خيطول الأمور أنه سيواجه المنتخب فلاني في الثمن النهائي، وإن تأهل سيواجه منتخب فلاني في الدور الربع النهائي إلى غاية النصف النهائي الذي قد نواجه فيه صاحب الأرض والجمهور. منتخب الكونغو منتخب محترم. احنا الجزائر ما خافوا حتى واحد، احنا اسمنا الجزائر، احنا اللي لازم قاع يخافوا منا، واحنا ما خافوا حتى واحد. واي منتخب حب يروح بعيد ما يخاف حتى واحد، وما تخيرش المنافسين. في دورة مغلقة الجميع عنده مستوى متقارب والجميع حابب يروح بعيد، لذلك احنا الجزائر وما نخافوا حتى واحد رغم التآمر ورغم المؤامرات من طرف اللوبي تاع الكاف. وشكون اللي راهو في اللوبي تاع الكاف؟ الجميع يعلم من يتحكم في لوبي الكاف ومن يتحكم في الدمية. موتسيبي الذي يظهر وجها للجزائر ثم يطعنها في الخلف وفي الكواليس وفي أروقة الكاف. احنا من هذاك العام ولفنا الجزائريين، احنا وحدنا وما كاش اللي معانا، ولفنا أنه دائما ما نجيبوها بعرقنا ونجيبوها بدرعنا، وواحد ما يصدق علينا وواحد ما يدير فينا مزية، والبليزير تاعكم خليوها عندكم. المشكل من الآن منتخب كونغو الديمقراطية. من هو رئيس لجنة تحكيم الكاف من الكونغو؟ من هو الأمين العام للكاف من الكونغو؟ يعني قلنا القرعة درتوها لنا أنه المنتخب الجزائري الوحيد اللي يواجه منتخب يتأهل في المركز الثاني، وقلنا واقع الحسابات وطاحت في المجموعة الجزائر أنها تواجه إلى صاحب المركز الثاني. الآن منتخب الكونغو الديمقراطية رئيس لجنة التحكيم في الكاف من كونغو الديمقراطية، والأمين العام في الكاف من كونغو الديمقراطية. وشفنا اليوم المباراتين، السنغال تسجل ثم الكونغو يسجل، السنغال تسجل ثم الكونغو يسجل، وكأن كلا المنتخبين حاول تفادي الجزائر، لكن هيهات حنا معنا ربي سبحانه بإذن الله. حنا الجزائر وين ما نروحوا وين ما نكونوا معنا ربي سبحانه، وحنا نحبوا البلاد وفقط، حنا نحبوا الألوان الوطنية وفقط. جميع الناس يروحوا لكن الألوان الوطنية تبقى، والجمهور هذاك اللي راهو تم في المغرب والمازال اللي راهو جاي هم جايين أجل الألوان الوطنية. حنا كي يتعلق الأمر بالإعلام ما نديروا حسابات لأي شيء. لذلك على مسؤولي الكاف خذوا حذركم وحلوا عينيكم جيدا، لأن المؤامرات اللي حبيت ديروها ضد المنتخب الجزائري والحرب النفسية وحرب التذاكر والعديد من الأمور هذيك لن تجدي نفعا، بل ستزيد للخضر قوة وعزيمة. لوبي تاع الكاف ويعرف نفسه جيدا وعلى باله هو شكون، وعلى بالكم على من نهضروا، لا يتحكم في الجميع بالرشوة والإهداءات والهدايا والعديد والامتيازات والفيلات هذيك نقول لك الله ما تدوم لك، ستنتهي اليوم أو غدا، لكن الجزائر لها رب يحميها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.